مرحبا حبايبي، أرحب بكم بقناتنا قناة صينية أهل الحلة. واليوم الوصفة اللي راح أقدمها هي دجاج بالصلصة الحمراء. تصلح هاي الوجبة أن تكون وجبة عشاء، وأيضا ممكن أن تكون وجبة للغداء. مكوناتها هي المكونات: دجاجة قطعتها وغاسلتها بليمونة، وأيضا هذه عيني تشكيلة من البهارات راح أحكي عنها هسه فد شوي للفيديو، إضافة إلى استعمالي للكجب الحار ودبس الرمان وزيت الزيتون، وأيضا كاسة من اللبن. هذه كاس حتى اضطري لحم الدجاج. هسه خلينا ندخل للفيديو. ورا مغسلتها صارت لومية حامضة، إذا تشوفون هاي لومية حامضة شوية شطفتها بيها، أعيفها هسه بين ما راح أبدي أخليها. هاي شوية توخر الزفرة تفيد، والجلد ما وخرته. لا تحاولون إنه تنتزعون الجلد قدر الإمكان. القطعة تحاولون على الفلفل الأسود، عندي كاري، عندي زنجبيل، عندي هنا فلفل أبيض، ملح حسب انتم ايش قد تحتاجون، وهذه البابريكا راح أديرها هنا كلها. عندي هذه ليمونة واحدة، هاي ليمونة واحدة عيني أصابتها. عندي شوية دبس الرمان، تقريبا الكمية اللي أخليها خاشوقتين كبيرة. دبس الرمان ينطي طعم كلش طيب، حموضة ونكهة. أنا هم راح أخلي بعد باكر إن شاء الله ويا الغداء، هم راح أخلي الصلصة ثانية، هم أعيد أخلي دبس الرمان. هاي عندي كجب حار، كجب حار أيضا نفس المقدار تقريبا خاشوقتين. زيت الزيتون، قسم راح يقولون احنا ما نستعمل زيت الزيتون يحترق ومو زين على الصحة. لا، هذا زيت الزيتون ما راح يحترق. زيت الزيتون انا ما راح اخليه مباشرة على النار، راح يختلط مع هذه الخلطة. هسه راح اخبط الخلطة مالتي مثل ما تشوفون. ورا ما اخلطها راح انزل قطع الدجاج. قطع الدجاج راح تتشلت من الليمونه اللي قلت لكم اني غسلتها بيها. ثمان قطع سويتها. قاعدة الدجاجه اذا اني اسويها قطع صغيره راح تستوي بالعجل، كلها تستوي احسن مما اعيف الدجاجه. ولو اذا هي دجاجه حجمها صغير ويعجبكم كلها تخلوها بالفرن تستوي ايضا تستوي. القطعه الاخيره بس راح احاول انه انا اخلطها بالتتبيله كلها زي ما تشوفون كلها اختلطت. بما انه انا اريدها على الغداء فراح ابقيها بالثلاجه الباكر. اذا انتم مرات يعجبكم تسووها على العشاء وحدها ممكن ساعه ساعتين عادي تدخل وراها للفرن. بس انا ان شاء الله باكر راح تشوفون اسويها وياها بوتيتا وبصل، يعني تبسي كامل، وجبه غداء كامله. شويه احرك الدجاجه اريدها كلها تتبلغ بهاي الصلصه مالتي تقريبا كلها. عيني تبلغت هسه كما تشوفون.
هسه راح اغطيها. هذه النايلونة حتى اتركها باكر. رجعنا لكم. هذه الدجاجة مالتي ورا ما افردها بالثلاجة اليوم بالليل للصبح. راح ابدي هسه اشتغل بيها قبل ما ادخلها للفرن. انا طبعا ثرمت مثل ما تشوفون، قطعت بوتيتا وبصل. هاي البوتيتا هيك سخن حتى تستوي ويا الدجاجة، وهاي بصلة واحدة متوسطة وبوتيتايات 2 بس، يعني قد الدجاجة مالتي. وانتم بالنسبة لكم حسب الغدوة مالتكم، يعني قد انتم تريدون تستعملون. حضرت صلصة الحمرة مالتي اللي راح ادهن بيها الدجاجة. مكوناتها شنو؟ ملعقة معجون، ملعقتين كجب حار، ملعقتين دبس الرمان، ايضا ملعقتين زيت الزيتون، وقليل من الملح. هسه راح ابدي اسطرها بالتبسي مالتي. هسه انا هنا خليت الصلصة الحمراء، سطرت الدجاج بالتبسي البايركس. بديت ادهن قطع الدجاج هاي الصلصة الحمراء مثل ما تشوفوها. هي بعدين طبعا ويا النار راح تسقى وكلها راح تسقى. مثل ما قلت لكم انا البارحة الجلد لا توخرون الدجاجة، لان انا ما راح اغطي التبسي، اريده ينشوي ما اريده ينسلق، فالجلد راح يحترق اول وتالي راح يحترق. احنا نذبه ما ناكله، اول قسم اكو من يعجبهم ياكلون الجلد، بس راح نلقى اللحمة مالت الدجاجة طرية، يعني مقرمش الدجاجة حيتقسم من فوق واللحمة مالتها تكون طرية. بس راح اخلي البوتيتا واراويكم التبسي قبل ما ادخله للفرن. هذا التبسي راح ادخله للفرن. الفرن مالتي على 200 درجة قبل ربع ساعة تقريبا حمى. وبس راح اخلي هذا التبسي ساعة ونص اتركه. بس خلال نص ساعة اكثر راح اقلب اطلع قطع الدجاج ابرزها لي فوق حتى تحمر. ورا ساعة تقريبا حتى ربع ساعة هالشكل، واراويكم اياه ان شاء الله ورا ما يكمل. هسه احنا رجعنا لكم ورا ما طلعنا التبسي من الفرن مثل ما تشوفون. هذا هو الدجاج بالصلصة الحمراء. هذا هو غدانا اليوم، ان شاء الله سهمكم العافية، واذا جربتوه ما راح تندمون لان طعمه حيل طيب. يمكن هذا التبسي اذا عجبكم واحدة ويا الخبز صمون، او اذا ردتوا تطبخون تمن براحتكم. لا تنسون حبايبنا اللايك والشير. شكرا جزيلا، مع السلامة.